ربي اش اخباركم؟ تنتوحشكم. المهم عندي واحد الترجمه دابا نكملها ان شاء الله ونمشي لداري. ايوا طولوا لينا. المهم عندي واحد الترجمه في لوبيطال، واحد ساعتين وحنا قاعدين نتسناو. تبدل السيستم، عاد الناس ما بقاوش كيحترموا المواعيد. المهم غادي نعطيكم فكره على القضيه ديال التجاره اللي بديت التجاره ديال البلاكيور. المنطقة فين ساكنة ما عنديش منافس، لأن ما كيعرفوش شنو هو البلاكيور، وجمعت العيالات وشرحت لهم شنو هو البلاكيور. درت لهم جروب في الواتساب وقلت لهم شنو هو البلاكيور، انه ما كيكشف. جربت انا قبل، خديت من عند واحد السيده كاينه في المانيا بلاكيور، لبستو كنخدم به كنشقى به. ما تبدلش اللون ديالو. والسيده شريت هي التقديه ديالها من فرنسا. تواصلت مع السيده في فرنسا، بعثت لي دارت فيديو كاميرا وراتنا شنو السلعه اللي كاينه الصراحه. وحنا تقدينا، كاينه انا واحد السيده تقدينا، واحد السيده كاينه في بلاد اخرى وانا في الالمان. اوا تقدينا وكنبيعوه. تنتوكلوا على الله. هي فاش كديري التوفير والادخار والاقتصاد وهذا الشيء كامل اللي كنفوتوا عليه هاد سنتين في القناه، هي باش توصلي للتحرر المالي. باش توصلي للتحرر المالي خص فلوسك اللي كتجمعي خصك تخدمي بيهم، كتخدمي فلوسك. كيفاش؟ عوض ما تحطيهم في الصندوق فقط ولا في البلاكار ولا تخزنيهم في البنكه، كتهزي واحد الطايل، واحد الجزء، وكتخدمي به. احسن حاجه يدير بها التجاره، ما عندكش حل اخر. التجاره حاجه مربحه، خصك غير طول البال والخاطر، وطريقه توصيل الفكره والمعلومه، والطريقه التصوير كذلك كتلعب واحد الدور مهم. كيفاش توصلي انفورماسيون للنساء اخريات، تعطيهم معلومات كامله كافيه. عندي واحد البنيه صغيره انايا كان جايبينها نترجموا لها مسكينه، الله يشافيها. المهم الطريقه كما كنقولوا يعني خبيتي شويه وربحتي شويه، وتوصيل الفكره راه مهم حتى هو. انت الرابحه في الاخر، لان التجاره كتبغي هي الخطر، كتبغي الانسان يكون عنده اخلاق. الاخلاق اللي مهمه في هذه الامور هذه، لان فاش كتشكري السلعه ديالك وكتقولي له ما كيتبدلش، زوينه السلعه وهذا، خصك تكوني على يقين ان ديك السلعه ما كيتبدلش لونها، باش ما تحشميش راسك والسمعه ديالك تمشي لك. الا ما عندكش اخلاق في التجاره ما تقربيش لها. الا ما قد على الكلمه وتبداي تحلفي على الله وتقولي والله العظيم يتبدل اللون وهي تيتبدل اللون، انك في الاول كدي ذنوب، وثاني حاجه هذوك ماشي اخلاق التجاره اللي حنا مسلمين حنا مجبرين بها. آه، جات عندي هاي. المهم ما فيها باس. كنتي دايره بلان معانا تجمعي واحد شويه الرزق، ما فيها باس تهزي واحد الطايل، واحد الجزء تخدمي به. تقدري تبداي ب 3000، تقدري تبداي ب 5000، كل وحده والطاقه ديالها. وخصوصا النساء اللي جالسين في الديور، انت جالسه في دارك تقدري من دارك ديري الفلوس. علاش؟ لان فاش كتكون عندك الفكره هي راه ساهله، هي نزلت عليك الطرق غادي ديري التجاره. ولكن واش عندك انت الكاريزما، واش عندك الثقه بالنفس، واش عندك هاد الامور كلها باش توصلي المنهج ديالك ولا الطريقه باش انت بغيتي تبيعي؟ واش عندك الطريقه هذه؟ الا ما عندكش خصك تكوني هي تبني الذات. بناء الذات ماشي سهل كما كنقولوا ديما. ثقه بالله، ثقه بالنفس، والاختيارات السليمه. علاش؟ باش تشري السلعه خصك تشري الحاجه اللي مطلوبه، اللي طالبها الكليون تيطلب منك مثلا شي حوايج اللي لان كل واحد والخاطر ديالو، كل واحد الذوق ديالو. دابا انت كتشري بالاذواق تاع الناس. في الاول كتشري بالذوق ديالك، ومن بعد كتحطي لهم تصاور اخرى اللي كتكوني دايره كونتاكت مع ناس اخرى كيصيفطوا لك تصاور باش تخدمي بالطلبيه. الطلبيه كيفاش؟ كتحطي في الجروب، كتجمعي دوك العيالات في جروب في الواتساب، كتبقاي تحطي الطلبيه ديالك. كتحطي الصور وهما كيديروا الطلبيات. تقول لك مثلا بغيت 5 من هادو، بغيت 2 من هادو، هي مجبرين يخلصوك بعدا، لان بدوك الفلوس كتقداي. الا ما كانوش باغي يخلصوك في هذيك الوقيته توصلك سلعه وعندك ثقه فيهم، يعني بيناتكم ثقه وتتعرفيهم مزيان، يعني صرفهم زوين كما تنقولوا في اللغه العربيه بالدارجه ديالنا، كتوصلي السلعه حتى للدار. وهي غير واحد الحاجه اخرى، فاش كتشري بلاكه كتشري واحد الحاجه اخرى، دوك الكراتينات الصغار ولا لي ساشي شي حاجه زوينه. تقدري ديري حتى السميه ديالك. انت دابا سميتك مثلا انا سميتي حنان، غندير حنان شانيل. انا غادي نفرح بسميتي، عزيز عليا سميتي انا دابا دايره ياسمين بلاكيور، مي نقدر نبدل، نقدر نديرها تيكيتات تولي تا انا اسم الشركه ديالي. ها انت جالسه من البساطه ومن الامور البسيطه
من التوفير اللي درتي في دارك وفي كوزينتك انت جمعتي واحد المبلغ ودرتي به تجارتك وبدرتي الاسم ديالك في واحد المشروع بكل بساطه. هادشي اللي تنفسرو حنايا من الاول. باش توصلي انا باش ندير 1000 2000 الاورو مثلا نجيبها بلاكير ماشي ساهله، كتكوني دايره لها السيستيم ديالها، كتكوني دايره التاوير ليها، كديري التاويل لا انت لا لهم ولاتي. والله العظيم انا بعدا نصيحه لكل وحده. هلو نصيحه لكل وحده تقدري يجي. عليكم السلام اختي. انا مغربيه شلحه امازيغيه انت بلين. اوه وي لقيت مغربيه والله العظيم. انا كنصور دايره قناه في اليوتيوب. عطيني القناه ديالك نصورك لقيت مغربيه ومن ورزازات. انا راه الوالد ديالي من طاطا. عطيني القناه. نسيت شلحيت ولا لا ما او كنعرفش كوكو ما تعرفش الشلحه لان من ساكنين في سلا. اوكي تسناو دابا نتبادلوا الارقام وهاد الامور هادي. عرفتي الفرح دابا عطرت من الكرسي ديالي باش تلقاي مغربيه في المنطقه اللي ساكنه انا خصك تبخري. تبادلنا نوابر انا والمغربيه تتلاقاو. جات مسكينه تشوف فيا قالت لي انت مغربيه. قالت لي من صوتك عرفت. قلت لها سبحان الله انا عطرت من بلاصتي مشيت لعندها. نادرا ما تلقاي مغربيه في المنطقه اللي ساكنه فيها حنايا، قلال كيعيشوا في المدن الكبيره. رجعوا الموضوع تاع بلاكير غادي ديري واحد المبلغ اللي كما كنقولوا كتكوني جامعاه. تقدري تبداي باي حاجه عندك، يا 100 اورو يا 150 المهم انت الربحه راه كيطلع لك الربح. غير الكريدي لا، اللي خدات عندك تخلصك كاش، لان الكريدي صراحه انا عطيت لواحد النوع النساء اللي كنعرفهم ثقه حوايج داوهم على انه دين، ولكن في لافان الشهر، لان حنا في القانون عندنا السيستيم في الالمان كينزل لك الفلوس اما في اخر الشهر اما في 15 الشهر. كاين فلوس الدراري كتنزل في 15 ولا 30، والناس كنعرفهم ثقه يعني تعاملت معاهم في الترجمه. المهم انا نصيحه الكريدي ما ديريش الا ما كنتيش كتعرفي دوك الناس، ما كتعرفيهمش هما 10 ما تعطيش. الكريدي هو اللي كيضيع في التجاره، هو اللي كيرجع مولاه يبقى مديون وراس المال ما راجع ليه مشكل صافي. توكلوا على الله، توكلي على الله وديري هذا المشروع اللي قلت لكم مربح. واللي بغى السيده اللي كتشري بالجمله يتواصل معايا نعطيه الكونتاكت ديالها. غادي دايره حتى هي جروب وكتبيع بالجمله النساء. كتبيع في اوروبا كامله، يعني في هولندا بصيفط لفرنسا بصيفط لاي دوله اخرى صافي. المهم التجاره ديريها بدايها وفيها ربح فيها خاطر، غادي تعرفي على ناس عتولي عندك كونتاكت مع النساء اخريات تعطيك افكار. السيده اللي كتبيع كما قلت لكم غادي تشرو من الانترنت. البنات اللي في اوروبا كاين في الاي بي كاين واحد اللعيبات كيديروا فيهم لي كيشينغ الكادويات. هذيك القضيه اللي بغيتي ديري في براسلي مثلا ولا خاتم ولا سلسله الى بعتيها ما تعطيش داكشي في يد من يد ليد ماشي زوين. خصك ترجعيه انه عنده قيمه، لان حتى ديك القضيه باش لومبالاج كديري كتلعب الدور كيبقى عندك تيكيت ديالك اللي قلت لكم ديري بسميه. هذيك رساله غطلعيها من الانترنت، ولا ما كتعرفيش اي سيبر مشيتي ليه وقلتي ليه بغيت التيكيت ديال السميه ديالي تكون تصايب عليك وتلصقيها في الكرتينات ديالك، كتحطي النيميرو ديالك الواتساب وكتحطي السميه ديالك وكتوكلي على الله وكيجيوك مكالمات وتتولي الطلبيات والخير والفلوس داخله. تقدري تخصصي غير في البلاكيور، ولا تقدري كذلك النساء اللي في اوروبا عندنا مشكل الحجابات. مثلا في المنطقه اللي ساكنه انا عندنا مشكل في البنيه هذه، تقدري تجيبي بحال هادو طالعين دابا حجابات ديال خمسة حتى ل7 الحجابات في كرتونه كيتباعوا. هاد السيده اللي غادي تجيب البلاكيور اللي تقدا لك فرنسا راه تقدري توصيها، لان المحلات ديال الحجابات راه قراب المحلات ديال البلاكيور. كتقداي بالجمله وكتوكلي على الله. انا بعدا نصيحه ليا ديالي لا كنا بدايه التجاره ديالك وبدايه بالبلاكيور، وعلاش لا تقدري تطوري تزيدي حجابات تزيدي حاجات اخرى، ولا تقدري ديري كيما درت انا دايره غير البلاكيور لان ما كنلقاش الوقت. دابا الترجمه ضغوطات الحياه ماشي سهله، مسؤوليه اطفال، لان هاد 2 سنين كانت عندنا حنا عطله الربيع، الدراري كانوا في الدار يعني ما عنديش وقت. كتعرفوا الدراري كيرونوا كتبقاي تبعهم. المهم غادي نرجعوا الفيديوهات ان شاء الله كي نلقى الوقت الاسبوع الجاي ان شاء الله. كيبان لي عندي ماشي بزاف في الترجمه، يعني ممكن 5 غتسهل حالهم،
عندي شي حوايج اخرين تاع المساج خصني حتى هما نديرهم، واحد الرونديفو عندي غير واحد. يعني النظام في الحياة باش نلقى لكم حتى أنا الوقت، راه كنتوحشكم بزاف وما كرهتش بث مباشر، ونشوفكم على خير وبإذن الله. الله يرزقنا ويرزقكم الصحة والعافية. الحاجة اللي مهمة هي الصحة، والله يجزي لكم تاويل الخير ويدير لكم البركة في التجارة ديالكم. تحياتي لكم، تحية لكل امرأة مناضلة، كل امرأة كتنوض وكتسعى على الرزق ديالها د الحلال وما كتمدش يديها. كل امرأة حرة، المرأة الحرة هي اللي كتسعى. تحياتي لكم، قبلاتي لكم، أحبكم في الله، تهلاو لي في راسكم.